اهلا اهلا، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. رمضان على الابواب، فهنعمل الفول المدمس. هنجيب الفول ونغسله كويس جدا ونشيل اي حاجه مش كويسه فيه. هغسله كده كويس ونقعه لمده ساعه على الاقل. وبعد ما نقعه هجيب حله ضغط. انا هسويه في حله ضغط بالكهرباء، ممكن تسويه في حله ضغط عاديه عادي جدا، هياها. صفيته كويس جدا. وبعد ما نقعته طبعا، وهحط عليه نص كوبايه من العدس، هحط عليه معلقتين من الفول المدشوش اللي هو بتاع الطعميه، هحط عليه معلقتين من الرز، هحط عليه نص معلقه من البيكنج باودر، وهحط عليه معلقه صغيره من البابريكا. تمام كده. وهحط ربع معلقه صغيره من الكركم، وهحط عصره ليمونه كامله. ده كيلو فول. تمام. وبعدين هزود الميه بتاعتي، الميه عادي جدا مش سخنه. هزود كده وهحطه في حله الضغط. انا عندي الحله فيها برامج، فبسويه على برنامج البقوليات بيديني 40 دقيقه. ممكن تسويه في حله الضغط وتظبطي التايمر بتاعك على ساعه. الفول بسم الله ما شاء الله لونه حلو جدا. دايب البيكنج باودر. بتحافظ على الفولايه، مش بتخليها مهروسه، وفي نفس الوقت بتخليها دايبه. الفول حلو قوي، اتمنى انكم تجربوه، ان شاء الله يعجبكم. هنعبيه طبعا في اكياس كده زي ما انتم شايفين، ونسيبه يبرد خالص، وبعدين نحتفظ بيه في الفريزر. وقت ما نعوز نستخدمه هنطلعه ونحط عليه التوابل بتاعتنا بقى. وبالهنا والشفا، ولازم تجربوه وتقولوا لي رايكم. باي.